السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن ماتش الزمالك والبنك الاهلي، او مش هنتكلم على الماتش، انا في كذا نقطه بس عايز اتكلم فيها. هو ماتش لسه خسران من 3 ساعات ولا حاجه في كاس الرابطه. الزمالك خسر 3-0 في اقل من 7 دقائق ولا 5 دقائق ولا 5 دقائق. في كذا نقطه هتكلم فيها. اول نقطه اللي هي ازاي احمد عبد المقصود اللي هو المدير اللي كان بيدير الماتش، يعني ازاي فكر في الماتش. اللي هو انت بدأت الماتش باتنين في نص الملعب، اتنين ديفندرين، اتنين مركز 6، نفس الستايل، نفس كل حاجة، نفس الشبه، نفس بيلعبوا كورتهم زي بعض، كورتهم معفنة زي بعض. عمرو السيسي ومحمد أشرف روق. فأنا بجد أنا مش فاهم. ولعبت قدامهم بسيف جعفر، قمت جاي الشوط التاني قمت ساحب سيف جعفر اللي هو اللي كان عامل لك الخطورة كلها، والله العظيم هو اللي كان بيوديك على الجون، هو اللي كان بيطلعك أصلا من الدفاع للهجوم، هو اللي كان بيحرك الدنيا دي كلها. قمت يعني انت رحت على الجون ب4 كور مثلا، هو اللي موديك بيهم. قمت انت رايح سحبه ومنزل احمد بالحاج، وسبت الديفندرين اللي هو عمرو السيسي ومحمد اشرف روح. بدل ما تسحب واحد منهم واللي هو عمرو السيسي وتنزل بالحاج مع سيف جعفر، هتقولي سبت رؤى ليه؟ انا شايف رؤى الماتش ده لعب حلو بقى بامانه، يعني نوعا ما لعب ماتش حلو. ما بقولش يقعد في الزمالك، لا انا برضه عايزه يمشي لاني مش جايبك لاعب تلعب ماتش و500، لا. فانت عملت ماتش حلو، فانت كنت تسحب بعمرو السيسي وتسيب وتنزل بالحاج مع رؤى مين مع سيف جعفر، هما الاثنين بقى اللي يعرفوا يمسكوا لك الكوره في نص الملعب، يدوا لك يوزعوا لك لعب بقى، يطلعوك قدام، ينقلوك من التحول الدفاعي للتحول للهجوم، يشوطوا لك على الجون، يعملوا لك اي كثافه هجوميه. انما لا، انت ساحب سيف جعفر ومنزل احمد بالحاج، وسبت رؤى وعمرو السيسي، وانت عايز تكسب وبتلعب فرقه في اخر جدول الدوري او اللي قبل الاخير. انا مش فاهم ازاي انت فكرت في الماتش، ولا ازاي انت فكرت في التبديلات ديت اصلا. ده البنك الاهلي ما كانتش بتلعب باتنين يا اخي، كانت بتلعب بواحد بس، بدفندر واحد. فانا مش فاهم ازاي بجد. والتبديلات التانيه اللي هي عمر جابر، هما بالظبط 4 حاجات هتكلم فيهم. عمر جابر برضه، عمر جابر، يا عم انت نزلت عمر جابر بدل سيد نيمار عنده مشاكل في الدفاع، دي كلنا عارفينها. اللي هو لما بيلعب باك فيريرا كان بيلعب وراه المسلوس عشان يأمن ظهره، تمام. سيد نيمار من اجمد اللعيبه في الدوري المصري اللي الدربلينج بتاعها عالي، تمام. وهو مشاكله الدفاعيه واضحه والناس كلها عارفاها. انت عشان تقلل منه، عشان تقللها بقى، قمت عامل ايه؟ وكانت ظاهره في الشوط الاول، قمت سحبه ومنزل مين؟ عمر جابر اللي هو ولا عنده دفاع ولا عنده هجوم. طب انت عملت ايه بقى؟ انت كده خسرت الجبهه دي كلها. بدل ما تسيب سيد نيمار، اي نعم مش حلو، بس هو احلى الموجودين. هو لسه عايز يتطور، لانه بحس برضه لما بياخد الكرة ويطلع قدام في الهجوم، يعني بحس ان هو بيفكر مرتين قبل ما يلعب، اللي هو ارفع اشوط اباصي. وكمان ما فيش وينج او باك ما بيعرفش يرفع، ده كل كوره وحشه قوي، كله عرضاته وحشه. سمعنا يعني من الحاجات دي كلها. فانا مش فاهم انت بتلدون دول بالذات عمر جابر وبالحاج بدل جعفر. فمش فاهم ازاي انت درت الماتش والله. اي نعم، ان انا الواحد عارف ان الزمالك هيخسر، والواحد ما كانش يعني انا لما انا يعني الواحد كان معشم نفسه اللي هو مثلا ايه، يا عم هنكسب الماتش ده، يا عم لا الماتش سهل مع اخر دوري وهنكسب باذن الله وبتاع. بس لما تيجي تفكر بالمنطق والعقل تعرف فعلا ان الزمالك ما قدش قدامه حاجه غير انه يخسر. مفيش عامل من عوامل النجاح ان انت تكسب الماتش. مفيش والله، ما في حاجه مهيئه مثلا بتقول ان انت تكسب الماتش. لا، انت لو جيت بصيت لها كده بالمنطق هتعرف فعلا ان انت هتخسر. بظل كل حاجه اللي محيطه بيك دي، في ظل الدوامه دي، لا انت هتخسر اي ماتش واي بطوله هتخشها. فانت مش مطلوب منك الفتره دي غير انت تصحح وضعك. ازاي اصحح وضعي؟ ان انا ابص للاخطاء واعدلها، مش هكرر نفس الاخطاء. الموسم ده بقى خلاص، الموسم انتهى، انت ما تنتظرش انك تاخد الدوري. انت حد بقى مدير فني جديد اجنبي محترم، كمل بيه بقى الدوري ده، واعتبره الدوري نص الدوري دي فتره اعداد، تمام. اعتبر الدوري ده فتره اعداد، وحاسبه في نهايه الموسم اللي جاي، بس وفر له كل حاجه، هات له كل اللي يقول عليه، عشان لما تيجي تحاسبه ما يقولكش انت ما يقولكش لا انت الغلطان. فانت هات مدير فني جديد محترم، مدير فني يكون متميز، اديله الفتره دي كموسم اعداد، وحاسبه في نهايه الموسم اللي جاي. وفي نفس الوقت شكل لي لجنه كوره واديها ملف الكوره، وابعد انت بقى عن الصوره دي كلها. اديله ملف الكوره بقى يا عم، هو يتصرف فيه، وحط مشرف عام على الكوره ومدير تعاقدات ومدير للكوره. هو ده، خليهم بقى هم اللي يتفاهموا، هم يتعاملوا مع الدنيا دي كلها عشان نطلع من الدوامه اللي احنا فيها دي. انا مش فاهم في ايه الخر اللي احنا قعدنا عايشين فيه ده. وبرضه لازم نخفض سقف الرواتب عاليه فشخ وفشخ اوضه اللبس والله. ما ينفعش واحد ياخد 30 مليون وواحد 5 مليون. ايه ده؟ ايه الفرق ده كله؟
وبرضه ممكن تلاقي اللي بياخد 5 مليون بيقدم احلى اداء، احلى من اللي بياخد 30 مليون والله. فما طبيعي هي هبص له، مش هبص لرزقه بس، هبص انت بتاخد اعلى مني ليه وانا احلى منك. فانا لازم اخفض سقف الرواتب واحط سقف الراتب بتاع تاني، احط مثلا ده كذا، الرقم ده محدش هيعديه. مش عاجبك يا عم اتفضل اخفى اطلع بره. انما مش هجيب واحد مثلا هو اللي شايل لي الفرقه كلها بيطلع نار من بقه ويقول لي عايز ازود راتبي شويه، واقول له لا انا عندي سقف، لا يبقى انت كده حلوف بمعنى اصح. زي نفس القصه اللي انت عملتها، رفضت الجدد اللي بن شرقي عشان عايز ارتب زياده، قمت جايب مين بقى؟ جبت شلبي. يعني جبت شلبي بكام؟ جبت شلبي وابراهيم رضاي باكتر ما انت كنت هتجدد اللي بن شرقي. هل بيقدموا زي بن شرقي؟ والله ولا في واحد اللي في الدوري المصري بيقدم زي بن شرقي. فانا عشان كده انت لازم تجي تحط لجنه للكوره، وتحط مدير تعاقدات ومدير للكوره مشرف على الكوره، وتنظم الدنيا دي بقى، وتجيب مدير فني زي ما قلت تديله الفتره دي موسم اعداد، ويتحاسبوا في نهايه الموسم اللي جاي، وتوفر له كل حاجه. بس انما وبرضه تجيبه هو يختار الجهاز كله من بره من معاه، ما تحطليش واحد في جهاز مصري كده، عنصر واحد مصري بيجي يبوظ الدنيا كلها، كل شويه انا هستقيل، انا هقعد، انا مش عارف ايه، لا. وتجيب مدرب حراس، ايمن طاهر مين بقى؟ خلاص تجيب مدرب حراس. فبجد والله ما فيش حاجه مهيئه للزمالك ان هو يتصلح حاله غير العوامل دي. العوامل دي لو ما اتحطتش هنفضل في نفس الدوامه دي كل سنه كده. حاجه خرا بجد، بالذات الماتش ده انا والله العظيم شفت مصطفى شلبي. مصطفى شلبي يا اسطى انت لعيب فشخ، حريف موت، بس لعبك سلبي مش ايجابي مع الناس. انت بتعدي من اي واحد بس لعبك سلبي والله. يعني صلى على النبي، انت اي حد مثلا بيقيس الفورمه بتاعته بانه يروح منتخب مصر. انت هل رحت منتخب مصر؟ لا. لان انت من اول موسم انت عمال بتلم في اللعيبه، ما رحتش منتخب مصر لانك انت لعبك سلبي مش بتفيد الفريق. انت لو مثلا بتلم وتبصي لي تشوط لي تعمل لي ثرو اسيست اي حاجه، انا هشيد بيك واشجعك. انما انت بتلم ولعبك سلبي ما بتفيدليش الفريق، فانا هشجعك ليه يا اسطى؟ مش فاهم. انت عملت كورتين بس تقريبا، كره لسيف جعفر ابو جبل طلعها، وعرضيه للونش تقريبا بس. فانا ما ينفعش كده، ما لازم يا عم تطور، هشيد بيك والله بس لم بقى وفيد الفريق. يعني لم في مصلحه الفريق، مش انك تلم عشان تتحط على اليوتيوب على اغنيه وبتاع يا عم الهبل ده كله. وابراهيم نضاي ده برضه محترف قليل فشخ. يعني يمكن الحسنه اللي بيعملها ان هو بيرجع يكمل يعمل تكمله دفاعيه مع الباك بتاعه. الباك اللي بيلعب عليه لما يجي يهاجم هو بيرجع يدافع معاه بس. انما ككوره هو كورته قليله قوي، ولا بيعرف يشوط ولا بيعرف يسلم ويستلم، والكره بتنقطع منه في ثانيه، ما بيعرفش يقف على الكوره. وناصر منسي برضو مش المهاجم اللي الزمالك ده، انا ده معروفه من زمان. بس انت ما عندكش غيره وهو الجزيري، وانا شايف ان ناصر منسي احلى من الجزيري. فانت العب بناصر منسي، انا مش هزعل لان ما عنديش غيره، بس لازم أنا اجيب مهاجم. دي ابرز الحاجات اللي متلخصه في ماتش النهارده وفي الزمالك عامه، يعني بقى لها من اول الموسم.